بس بنلاحظ هنا ان الذئاب ما كانتش مستريحه لوجود موكلي معاهم، لكن قائد القطيع وبنعرف ان اسمه اكيلا خدوا رباه وسلموه لمراته ركشا عشان تخلي بالها منه، ورغم ان موكلي يخص قائد القطيع لكن برضه ما كانوش مستريحين ليه، وده عشان شكله مختلف عنهم. وهنا بنشوف ركشا بتتكلم مع موكلي لما حست انه زعلان وسالته عن ايه الحاجه اللي مضايقاه، فرد عليها ان هو فشل في اختباره كالعاده وان كل اخواته من الذئاب نجحوا في الاختبار، لكن ركشا فضلت واقفه معاه ودعمته نفسيا. بعد كده بتمر الايام ومع مرور الوقت بتبدا ميه النهر تجف، وده خلى النباتات تتاثر وتموت، وساعتها كانت الغابه بتمر بحاله جفاف شديده جدا. ومع الجفاف اللي حصل ده ظهرت صخره كبيره كانت موجوده في قاع الميه، وكان من ضمن قوانين الغابه ان الصخره دي اسمها صخره السلام، وكان اسمها كده لان كل مره بتظهر في التوقيت ده بتخلي الحيوانات كلها يتحدوا مع بعض وينهوا اي خلافات ما بينهم، ويتجمعوا كلهم في مكان واحد ويشربوا من باقي الميه اللي فاضله من النهر. وده كمان عشان محدش فيهم يتاثر بالجفاف اللي مأثر على الغابه، وما كانش فيه اي حيوان يقدر يخالف قوانين الغابه ويعمل مشكله مع حيوان غيره طالما الصخره دي لسه موجوده على السطح.